هاي كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين ومرحبا بكم في هاد لا فيديو جديده. اليوم غادي نشارك معكم مقادير عجينه الصابلي اللي كتجي ناجحه 100% ومقادير مضبوطه ومقرمش كيجي رائع. اكيد اذا جربتوا هاد الوصفه ما غاديش تبقاو تستغناو عليها، والاهم من ذلك انهم ما كيدي فورماج، واخا تدخلوه الفران ما كيدي فورما، كيبقى على الشكل ديالو. اجيو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه ناخذ قصريه ديالنا غنديروا فيها 250 غرام ديال الزبده، قبيصه ديال الملح، كاس من سكر سنيده وربع كاس. صافي نزيدو كاس من الزيت النباتيه ونميكسيو كلشي حتى كدوب لينا الزبده ديالنا والسكر. غادي نزيدو 4 بيضات يكونوا بحراره الغرفه ونميكسيو كلشي. نزيدو ساشي ديال الفاني، ضيفوا نتوما النكهه اللي بغيتو، من الاحسن زيدو الناتا. هنا انا درت النكهه ديال فلون كراميل، نكهت به كيجي غزال. صافي وغادي نميكسي كلشي، وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق. صافي في الاخير غادي نضيفو معلقه صغيره ديال الكليكوز اللي كتعطينا واحد القرمشه حتى هو رائعه. صافي هنا غادي نضيف الدقيق، وهنا جمعت العجينه ديالي غير برؤوس الاصابع. العجينه كتجي هكا مرمله، الا جاتكم هكا مرمله عرفوا انها ناجحه وما غاديش تخافوا انها تدخلوها الفران ودي فورما. المهم تبعوا معايا للاخير. هنا البنات غادي ندخلها ترتاح، ومن بعد غادي نبسطها ما بين جوج بلاستيكات. هذا هو المرشم اللي درت هذا ديال الدائره، وغادي ندير 3 ديال النواع ان شاء الله، غادي نوريهم لكم دابا. فوالا ما بين جوج ديال البلاستيكات كوم كوا باش كتجينا ساهله فاش نهزوها ونحولوها للطاوه. وهنايا البنات درت هاد المرشم ديال المثلث كذلك. صافي من بعد ما طاب ليا كيف كتشوفوا، كيف ما دخلته الفران كيف ما خرجته ما كيدي فورما ما حتى شي حاجه، والاهم كيجي مقرمش ورائع. البنات كيف كتشوفوا نفس لا فورم باش طراسيت، كيف ما دخلته الفران كيف ما خرجته. وهنا البنات صافي غادي نحطو على جنب، وغادي نمشي باش غنوجد لي موتيف ديالي ديال الشوكولا. ندوب الشوكولات ديالي ونوجدو باش غادي نبدا نفيني معاكم. كيف كتشوفوا راه هاد العجينه كتعطي كميه وفيره. فوالا البنات، وهنا البنات خديت الشوكولات ابيض ذوبته مع شويه ديال الزيت النباتيه في حمام مريم ودرتو هنايا باش نلصقو في هذاك ديال المثلث. بالنسبه لهادو البنات البلاستيكات ديال الشوكولا كيعملوا 5 دراهم، وهذه البنات هاد ديال الشوكولاته حتى هي هذه كدير 30 درهم ديال السيليكون. انا غادي نوريكم الشكل ديالها. في الاول غادي نديرو الشوكولات الابيض وغادي نفينيوه حتى كيشرب لينا هذوك الرشيمات الاولين، وغادي نفينيوه. من بعد ما كنخليوه يشد راسو مزيان كنعاودو فوقو الشوكولات الكحل. صافي كنخبطوه مزيان باش كيشد بلاصتو. هنايا كنفينيو كنحيدو الزوائد، وغادي نرجع فوقو هذا وغادي نضيف الشوكولات الكحل. صافي وغادي ندخلهم للمجمد. قد ما جلسوا في المجمد قد ما كيشدوا روسهم مزيان وما كيتهرسوش. بالنسبه نتوما صايبوهم ليله قبل وصافي باش تهناو بلا ما تبقاو دايرين معاهم مزروبين عليهم ولا هذا. فوالا صافي هنا دخلتهم للثلاجه وغادي نخرجهم باش نديمو ليهم. هذا هو الشكل ديالي اللي غادي ندير. فوالا كيف كتشوفوا. صافي هنا البنات غادي نبدا نفيني هذه ديال الدائره، غادي ندير فيها هذيك اللي درت بالبيض والنواغ. صافي بالنسبه للتعليكه البنات درت 2 معالق ديال الجليكوز ومعلقه ديال ناباج، وزدت عليهم العسل وضفت عليهم شويه ديال القطع من الشوكولاط الابيض. صافي وكندوبهم باش كيتعلكوا ليا مزيان. منين كيبرد كنبدا نلصق بيهم. مهم كل واحد والطريقه ديالو.
فوالا البنات كيف قلت لكم راه ما هاد العجينه ديال الصابلي راها ناجحه 100%، ما كديفورما ما حتى شي حاجه. بالنسبه للعيالات اللي كيقولوا لك انها يدخلوا العجينه ديال الصابلي ديالهم كديفورما، فانتوما كتزيدوا شويه الزيت. الا درتو كميه كبيره ديال الزيت فكيبدا يطلق الزيت وكديفورما لكم. كان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم، وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك او بلي كومونتير ديالكم الزوينه، هذا من باب التشجيع. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. تهلاو في روسكم، الى اللقاء.